عايزك تشغل محقق كونان اللي جواك وتركز معاه في الكلمتين اللي هقولهم لك دول عشان تتأكد إن أنت في حاجات كتير أوي أخفيت عنك. مش عايز أقول لك كلمة تدل على التغفيل، لكن يعني أعتقد الرسالة وصلت. لما تبحث عن قرن القوم في المعجم، بالذات كلمة قرن القوم، هتلاقي إن هي تعني سيدهم. طيب ده الكلام اللي أنا كنت بقوله لما كنت بقول إن ذو القرنين معناها إن هو كان سيد على مكان ما، وإن كلمة قرن دي مقابل ليها في الإنجليزية هي كراون، يعني بمعنى تاج يعني، أو إن أصلا القرن ده شيء اللي بيتوج بيه الإنسان، الملك اللي بيحكم مجموعة من البشر. تعالى دلوقتي أثبت لك من 4 كلمات إن كلمة قرن تعني تاج، ما يتوج به الملك، دليلا على حكمه لمجموعة من الأشخاص. القرآن منقسم لشيئين. معنى كلمة قرن إن هو وصل وهو حكم. وصل لأنه بيقترن بقلب المؤمن وبيجعله يقشعر بدنه ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ده الوصل. في نفس الوقت في حكم، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبل. في تشريع، في كمية أحكام، في ولقد أوتيتم 7 من المثاني والقرآن العظيم. ده المثاني دي اللي بتثني الشخص، يعني بتثنيه لحكم الله، تثنيه يعني بتحكم عليه. ده معنى كلمة مثاني. و7 من المثاني طبعا ال7 سور الطوال، يعني مشهورة طبعا في حديث ليها. قرون في القرآن ظاهرة جدا في سورة القصص. آية قارون. قرون في القرآن تختلف تماما عن معنى كلمة قرية أو أمة. كلمة قرون لا تأتي إلا بعد ذكر مفرد، كذكر هامان وقارون وفرعون وعاد وثمود وقرونا بين ذلك. معناها ملوك، ملوك أشداء. هتلاحظ إن أنا كلامي دوت دقيق جدا بمعنى. لاحظ السياق اللي بيدل على معنى كلمة. سورة القصص الآية 76: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه. واضح جدا يا شباب إن ربنا لو كان عايز يتكلم عن الأمم كان قال من هم أشد منه، لكن ربنا هنا قال من هو أشد. ليه؟ لأن ربنا يقصد بقية الملوك القدامى من القرون الأولى أو الملوك الأولى. لاحظ هنا ليه ربنا بيتكلم عن مفرد. قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون. ربنا سبحانه وتعالى بيذكر فرد، يذكر قصاده أفراد، ملوك، قرون. قارون ده ملك، وفرعون ده ملك. فلما ربنا سبحانه وتعالى بيهلك قرون يبقى أهلك ملوك كانوا أشد منه قوة وأكثر جمعا. الملوك دول كان معاهم من الأموال وكانوا أقوياء جدا أكثر منه. أما القرين فهي نفس فكرة القرآن. القرآن بيقترن بيك، بيكون صديقك وقرينك. القرين التاني يكون مثلا شيطان، لما حضرتك ما تكونش على نهج الله وعلى صراط المستقيم. فبالتالي من يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين. فبما ان انت مش صديقك القرآن، الاوبشن التاني اللي ملوش اوبشن تالت انك هيكون قرينك الشيطان. فالقرآن يا الشيطان، انت اللي بتختار وبتحدد. ألهمها فجورها وتقواها. كلمة قرن بقى في حد ذاتها، أصل كلمة قرن اللي هي معناها تاج، جاية منين؟ جاية من إن أشد وأقوى الحيوانات هو سيد الحيوانات بالنسبة للبشر، هو الطور. أقوى حيوان كان العلامة على قوته دي كان القرون. بشر وضعوا على رؤوسهم تاج عبارة عن قرون، أخذناها من الحيوان اللي هو الطور، ودلالة على القوة والسيطرة والحكم. بالتالي لما يبقى سيد البشر بنقتبس من الحيوان اللي هو الطور إن هو البعل، إن هو سيد الحيوانات. فبالتالي سيد البيت هيكون الراجل، فبيتقال له ساعات إن هو بعل البيت أو رجل البيت. فبالتالي الحاكم على قوم ما سيقال له
قرن القوم أي سيدهم، فبالتالي سيتوج بشيء ليميزه عن بقية البشر. سيد القوم لازم يلبس شيء على رأسه ليتوجه ويميزه عن بقية البشر. قرن كان شيء عبارة عن تاج بيلبسه الشخص عشان يميز نفسه إن هو حاكم القوم دول، أو حاكم القرية دي، أو حاكم المجتمع بس، وانتهى. تمام؟ لحد هنا تمام؟ اقتنعنا إن قرن معناها تاج حتى من المعجم؟ تمام، حلو أوي. آخر حاجة وهقفل. قرن مش مثنى. احنا ممكن نقول في اللغة العربية قرن بين الحج والعمرة، يبقى كده جمع بين ايه؟ بين شيئين. مش ضروري يبقوا شيئين بس، ممكن نقول جمع بين الحج والعمرة والصيام، يبقى كل دول اتحكموا تحت مظلة واحدة. ممكن نقول الشرطي قرن المجرمين في الأصفاد وكبلهم تكبيلا شديدا، يبقى هو كده قرنهم في الأصفاد كلهم بقى 30 واحد، فقرنهم في الأصفاد يعني حكمهم كلهم في الأصفاد، يبقى قرن دي بمعنى حكم، حكمهم كلهم. تمام؟ لحد دلوقتي احنا ماشيين على اللغة. يبقى القرن الواحد معناه إن حضرتك معاك تاج على منطقة معينة، أنت بتحكم أهل المنطقة دي أو أفراد المجتمع ده. القرن الذي يوضع على الرأس هو علامة على سيادة وحكم المنطقة. مين اللي بيحكم وبيسود المنطقة دي؟ الشخص الذي يملك القرن فقط. فلو الشخص ده يمتلك حكم منطقتين وسيادتين ومجتمعين بس بيحكمهم شخص واحد، هنسميه إيه؟ قرن على أمة وقرن على أمة، يبقى يحكم أمتين، يبقى معه تاجين، يبقى هو ذو القرنين. تمام؟ أول منطقة فيهم مصر، وإيلات مصر هي منطقة الشمال، هي مصر الشمال. مصر الشمال دي تضم ليها كمان منطقة الشام. المكان ده كله كان يسمى مصر السفلى والشام، كل ده دولة واحدة، سيادة واحدة، منطقة واحدة، كانت تسمى المنطقة مصر السفلى. تمام؟ وحتى على أيام محمد علي كانت الشام دي إيلات مصر، أو القدس دي كانت اسمها إيلات مصر. مصر والشام كانوا واحد. أما المنطقة التانية هي الجنوب، ما يصل إلى الشلال الخامس في أسوان وما يصل إلى السودان كمان. فإذا الشخص ده يمتلك سيادتين وحكمين ومنطقتين وقرنين، ودليلنا كان القرآن، ودليلنا كان اللغة والمعجم. آخر كلمة بقى عايز أقولها لكم، ما تتنازلش عن تاريخك، لأن تاريخك هو هويتك. ما ينفعش أنا لما أقول لك إن فرعون مصري، إن كلمة فرعون كانت موجودة سواء بقى برعة سواء مع نطق اللفظ اتغير، ما ينفعش تيجي تقول لي مصر دي مش هي مصر اللي في القرآن، إن مصر التانية هي اليمن. فكل مدى أنت كل ما تتخلى عن تاريخك كل ما هيتسحب منك مميزاتك وهويتك اللي هي أصلك. وشوية كده وهيتقال إن سيدنا إدريس برضو كان في اليمن مش في مصر دي. فمصر الهبوط ماشي هي اليمن، لكن مش مصر اللي هرب منها بني إسرائيل. بالتالي يعني لو بالمنطق كده، يعني لو هم هربانين من مصر هيرجعوا مصر إزاي؟ بس كده. وما تفقدش الأمل في ربنا، وما تتسرعش، عدوك الوحيد هو التسرع. ابحث قبل ما تهاجم أي حد وتعادي أي حد. ابحث مش بعيد، يعني ابحث في كتابك، في قرآنك، في دينك. ما تنساش القدس، وده لأهلنا في القدس وفي غزة في كل مكان، والمسلمين في كل مكان. موعدنا في القدس إن شاء الله، وأشوفكم على خير. وما تفقدش الأمل في الله وروح الله، إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرين. خلي عندك أمل في ربنا وتغير للأحسن وقرب من ربنا. سلام عليكم.